السلام عليكم. إلا كنتم من محبي قصص الرعب فهاد القناة راه دارت ليكم. مرحبا بكم معايا في القناة ديالي. ما تنساوش تخليو ليا لايك واشتراك ودعموني باش تزيد تكبر القناة. كتعرفوا داك النوع ديال الديور اللي غير كتشوفوهم كتجيكم القشعريره في الظهر ديالكم، ما كتعرفوش علاش، ولكن كتحسوا بشي حاجه غريبه ماشي هي هذيك. اليوم غادي نحكي لكم قصة حقيقية قصيرة وقعت في مدينة طنجة، في دار قديمة ومهجورة عامرة بالأسرار والهمسات وبحكايات كتخلي حتى اللي زاعم يعاود الحسابات ديالو. المهم ما نطولش عليكم ونبداو القصة. في سنة 2012 عائلة صغيرة متكونة من زوج اللي سميتو يوسف ومراته سعاد وولدهم آدم اللي عنده 10 سنين. كانوا فرحانين حيت أخيرا لقاو دار الأحلام زوينة وفي حي راقي وبثمن رخيص بزاف، بحال إلا كانت هاد الدار هي اللي باغا شكون اللي يجي يسكن فيها. المهم الجيران بداو كيسولوهم واش غادي تسكنوا تماكن في هذيك الدار المهجورة. الزوج كيجاوبهم وهو مستغرب وكيضحك، علاش اش كاين، دار زوينه ورخيصه والموقع ديالها زوين بزاف. المهم جاوبوه وقالوا ليه ماشي كلشي زوين من برا راه غيكون زوين حتى من الداخل. المهم حاولوا يوصلوا ليه بان الدار راها فيها شي حوايج خايبين، لكن يوسف ما كانش من دوك الناس اللي كيطيقوا الخرافات وداكشي ديال بسم الله الرحمن الرحيم. المهم دخلوا للدار، قادوا امورهم، قادوا الحويجات ديالهم مزيان وباتوا الليله الاولى تماك. كان كل شيء غادي مزيان حتى وصلات 3 ديال الليل. كيسمعوا الصوت ديال الخطوات في السقف، ولكن الدار كانت بطابق واحد. بقاو كيتسائلوا شنو غيكون الفوق زعما. المهم مداو ما جابوا وقالوا غير غيكون غير شي قط ولا شي حاجه، صافي نعسوا. وبعد مرور ايام مرات يوسف بدات كتحس بشي حوايج غريبه، كتضربها الفيقه في الليل مع ديك 3 تاع الليل، وكتسمع شي حد كيبكي في الكوزينه. ومنين كتمشي للكوزينه ما كتلقى حتى شي واحد، كتشم غير الريحه ديال الدخان بحال الا شي واحد طالق شي بخور ثقيل كيخنق. اما ولدهم ادم فبدا كيهضر غير بوحديته، ومنين كيسولوا معاه من كتدوي كيقول لهم كنلعب مع صاحبي جديد سيمو، وملي كيعيطوا ليه باش يجي يتعشى معاهم ما كيبغيش، كيقول لهم سيمو ما كيخلينيش نتعشى معاكم وكيقول لي يبقى معايا. يوسف قال لمراته ما تديش عليه، راه غير الخيال ديال الدراري الصغار هذاك. ولكن سعاد بدات كتخلع، وكانت كتسمع ولدها مره كيهضر بوحدو ومره كيبكي، مره كيضحك وكيقول شي كلام بعد مرات ماشي ديالو. وفي واحد الليله من الليالي سعاد فاقت على الصوت ديال الغوات ديال ولدها، مشات كتجري لعندو ولقاتو غير كيبكي. منين سولاتو مالك قال لها ماما سيمو راه كيقول لي انكم نتوما ماشي والديا وبغاني نخرج معاه. صافي من تما يوسف قرر انه يدير كاميرا في الصالون وانه يبات في الصالون باش يشوف شنو واقع في الدار. وفي الصباح ديال الغد ليه ناض يوسف ولقى جرح في صدره، ومنين شاف الكاميرا بان ليه واحد الضوء كيخرج من الكوزينه وظل طويل واقف وما كيتحركش، كيشوف غير الجهه ديال الكاميرا وصافي. شويه هي الكاميرا هي طفى بوحديتها والطفور ماطات. صافي من تما قرر يوسف انه يمشي للبلديه ويبحث على التاريخ ديال هاد الدار هادي ويعرف شنو هما الاسرار ديالها وعلاش كيوقع فيها هاد الشيء. المهم لقاها انها كانت ديال امراه اسبانيه ماتت بوحدها في ظروف غامضه. كيقولوا الناس انها كانت كدير طقوس الشعوذه وكتعيش في عزله على العالم. هنا يوسف بدا كيخاف على عائلته وقرر انه يخوي ديك الدار، ولكن من نهار قرروا انهم يخرجوا من الدار ادم طاح ليهم في هذاك النهار اللي كانوا غاديين يخرجوا فيه.
ووقع في واحد الحالة غريبة بزاف. عينيه تقلبوا وبدا كيهضر بصوت ماشي ديالو. كان كيقول: قلنا لكم ما تبقاوش في الدار من النهار الاول، دابا حتى الا خرجتوا حنا غنمشيو معاكم فين ما مشيتوا. صافي من داك النهار وكل دار كيدخلوا ليها كتوقع فيها نفس الاحداث. وهنا سالات القصه ديالتي. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. ما تنسوش تجاوبوني في التعاليق واش حتى نتوما كتامنوا بهذا الشيء ولا كتظنوا انهم غير خرافات. الحاجه اللي غادي نقول لكم هي انه الا كنتي متشبت بصلاتك وايمانك قوي بالله فكونوا متاكدين بانه حتى شي حاجه ما غادي تاذيكم. ولهنا كنتمنى انكم ما تنسونيش من الدعم ديالكم واللايك والبارطاج، وشكرا.